سلام، واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في اللاشين تاعي. اذا اول مره تشوفوني ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وخلينا نبداو بالفيديو واللي هو عباره عن وصفه من وصفات زوجي في الطبخ. اسم الطبخه كلاوي بلحمه الديك الرومي. كما راكم تشوفوا قطع اللحم الرومي والكلاوي قطع صغيره، وطبعا نحتاجوا الثوم لانه عنده اهميه كبيره في هذه الاكله، ونحتاجوا زنجبيل وبصلتين متوسط الحجم وطماطم مقطعة وأكيد الكزبرة والمعدنوس. نقطع البصل قطع صغيرة، ومن بعد حطينا الزيت على النار وقلينا البصل حتى تبدل لون. الوصفة هذه من أسهل الوصفات اللي تقدر تجربيها في دارك. بالنسبة للديك الرومي تقدر تستبدليه إما بالدجاج ولا بالكبدة ولا بالمرقاس حسب وش متوفر عندك. إذا حرتي وش تطيبي في الغداء ننصحكم بهذه الوصفة، من أسرع وأسهل الوصفات اللي ممكن تجوزي بها نهارك وتسلكي بها راسك. بعد ما تبدل لونه زدنا عليه نص كمية الثوم، وأكيد ما ننسوش الملح. بعد ما ذبل الثوم حطينا المعدنوس والكزبرة والطماطم، وزدنا عليه الزنجبيل. وأخيرا وليس آخرا حطينا الكلاوي ولحمة الديك الرومي. حبيت نقول لكم انه الكلاوي لازم تتقلى مع باقي المقادير قبل ما نزيدوا عليها لحم الديك الرومي.
كما راكم تشوفوا زاد عليهم معدنوس الكزبرة نص الكمية تقريبا. الوصفة هذه تقدري تقدمي معاها اما بطاطا مقلية ولا روز، انتي وذوقك. بعد ما الكلاوي تقلت مليح مع المقادير ضفنا عليهم لحم ديك الرومي. وما ننسوش طبعا البهارات، وهي الفلفل الأسود، البابريكا، بودرة البصل، وسبع بهارات. واخر مرحلة في الاكلة مرقنا بزوج كيسان ماء دافي ونوطي النار عليها حتى تطيب. هذا كان فيديو اليوم، نتمنى يكون قد نال اعجابكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنسوش تتابعوني على الانستغرام، راح تلقاو الرابط تاعو تحت في الديسكريبشن. وان شاء الله ملتقانا في فيديو جديد، وما بقى لي غير نقول الى اللقاء.